في الوقت الحالي، الجراحة التجميلية هي حاجة الساعة، والجميع مدرك لاحتياجاتهم. العمليات الجراحية التي تجرى لأغراض تجميلية نتائجها دائمة إلى حد معين. لذلك، الإجراءات التي نقوم بها تشمل شفط الدهون، وهو نحت دهون الجسم، ثم شد البطن بعد الحمل عندما يكون البطن مترهلاً، أو بعد فقدان الوزن الزائد عندما يكون الجسم مترهلاً. لذلك نقوم بشد البطن، نعيد السرة إلى وضعها الطبيعي، نعطي شكل البطن الذي هو البطن المقعر. ونعم، نقوم بعملية شد البطن عندما يتعلق الأمر بطب النساء التجميلي. انظر، بعد عدة حالات حمل تصبح جدار المهبل مرتخية. لذلك، هذا يقلل من ثقة المرأة بنفسها، لذلك يمكن شد هذا الارتفاع المهبلي لتحسين حياتها اليومية ورضاها النفسي. وما يحدث هو أنه بعد مرور بعض الوقت ومع تقدم المرأة في العمر يتقلص الدهون الذي يجب أن يكون مناسباً في منطقة الأعضاء التناسلية. لذلك نقوم بشفط الدهون وحقنها في منطقة الأعضاء التناسلية، ونسميها تجديد الأعضاء التناسلية للنساء. اتجاه وسائل التواصل الاجتماعي: العالم في يديك، لذلك تعرف ما يحدث حول العالم، وفي وقت قريب سنعرف ما يحدث في الكون أيضاً. لذلك هذا الوعي الذاتي بالجمال والصحة هو الرائج الآن. لذلك جراحة التجميل الآن ليست فقط لأغراض الجمال، لأن الثقة تجلب الجمال، والجمال يضيف إلى الثقة. لذلك جراحة التجميل، سأوصي بالتأكيد لمن يريد حقا تحسين مستوى ثقته بنفسه فوراً. بالطبع، الثقة تأتي من العقل أيضاً. جراحة التجميل تعطي ثقة فورية. شكراً جزيلاً.